كل يوم بالليل تبص في السماء وتسرح في النجوم والقمر والمجرات وتقول يا ترى هل الصورة اللي قدامي كل اللي فيها أعرفه؟ ويا ترى آخر الكون ده إيه وفين؟ أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كريبتون. لو جبت أي طفل صغير وسألته هي السنة فيها كام يوم؟ هيقولك 365 يوم. بس هل سمعت قبل كده عن السنة المجرية؟ السنة المجرية باختصار هي المدة اللي بتدور فيها الشمس بالكواكب اللي معاها حوالين مركز مجرة درب التبانة. أي مجرة خلقها ربنا بيكون ليها مركز، وكل ما في المجرة بيدور حوالين المركز ده، وعلى الأغلب المركز ده بيكون من الثقب الأسود، والثقب الأسود ده عبارة عن نجم مات من فترة طويلة من الزمن وانكمش على نفسه بسبب جاذبيته المهولة، وأصبح حفرة في الفضاء بتبلع أي حاجة حرفيا حتى الضوء بسبب جاذبيته اللي ما نقدرش ان احنا حتى نقيسها او نتخيلها. وعموما المجموعة الشمسية اللي احنا ساكنين فيها بتلف حوالين المجرة لفة كاملة كل 230 مليون سنة. واخر مرة الشمس لفت حوالين المركز كانت الديناصورات تقريبا هي اللي موجودة، ويمكن اللفة الجاية ما نكونش احنا نفسنا موجودين. وبما اننا اتكلمنا عن السنة الارضية اللي بتتكون من 365 يوم، فمعلش يعني حابب أسألك سؤال والجايزة بتاعته هتكون 7 جنيه. هو اليوم كام ساعة بالظبط؟ لو إجابتك إن اليوم 24 ساعة فأنت كده غلطان. اليوم على الكرة الأرضية بيتباطأ مع مرور الزمن، وده راجع لأن دوران الأرض حوالين نفسها كل لحظة بيبطأ، لكن بمعدل بطيء جدا جدا جدا. ولأن الأرض موجودة من مليارات السنين، فالعلماء بيتوقعوا أن كوكب الأرض كان اليوم عليه أيام الديناصورات كان حوالي 23 ساعة. وعموما اليوم النهاردة هو 24 ساعة، لكن ضيف عليها 2.5 ملي ثانية. ويا عالم كمان مليار سنة لو في بشر أصلا هيكونوا لسه موجودين، أو الأرض حتى هتكون موجودة، وقتها اليوم على الأرض هيكون كام ساعة؟ لو قلتلك إن الفضاء طعمه توت هتقول عليا إيه؟ طيب ده فعلا حقيقي وبجد، وتعالى أقولك إزاي. لما بنبص بالليل للفضاء ونتأمل جمال خلق الله، احنا هنا على الأرض مجرد ناس قاعدة وشايفة اللي حواليها، لكن مش ماسكة الحاجة اللي بتشوفها ومش لمساها. وده لأن النجوم مولعة نار وصعب حتى إن احنا نلمسها أو حتى إن احنا نفكر نقرب منها، لكن على الأقل نقدر نشم ريحة الفضاء. اتسأل كتير جدا من رواد الفضاء بعد ما رجعوا على الأرض عن الروائح اللي قدروا يشموها فوق في السماء. أغلبهم أجاب إن البدل اللي كانوا لابسينها كانت ريحتها زي اللحمة المشوية، وكمان ريحة المعادن الساخنة كانت بتفوح من بدلهم الفضائية. وآخر حاجة توصل ليها معهد ماكس بلانك للأبحاث الفضائية إن مجرة درب التبانة ريحتها نفس ريحة التوت بالظبط، وده راجع لأن بينتشر بين أرجاء مجرة درب التبانة غاز اسمه فورمات الإيثيل، وهو مكون لفاكهة التوت اللي بناكلها هنا على الأرض. فتخيل بقى أنت ماسك المجرة وقاعد بتمزمز فيها. تخيل تسافر في يوم للفضاء فتلاقي حاجة طايرة في الفضاء وتشربها، بعد شوية تلاقي نفسك دماغك تقلت وماشي بتتطوح، فتسأل زميلك اللي معاك في المكوك فيقولك يا نجم انت كده اصطبحت وشربت خمرة فضائية. لو مستغرب الكلام فالكلام ده حقيقي جدا. على بعد 10,000 سنة ضوئية من كوكب الأرض، والسنة الضوئية دي هي المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة، واللي هو سرعته 300 ألف كيلو في الثانية الواحدة. المهم إن العلماء اكتشفوا سحابة ضخمة جدا من الكحول الإيثيلي، والسحابة دي ضخمة جدا لدرجة إنها أكبر من النظام الشمسي بتاعنا ب1000 مرة، لكن بسبب بعدها المهول عننا فمستحيل لحد دلوقتي إننا نقدر نوصلها بأي وسيلة. ومين عارف بكرة مخبي إيه؟ دايما القوي بيكون في الأقوى منه، والكبير مهما يكبر بيشتري له كبير، فما بالك لو قلتلك هات كبير لكوكب الأرض. الشمس ضخمة جدا لدرجة لا تتخيلها، لدرجة إننا عشان نسد عين الشمس ونملاها محتاجين 1,000,000 كوكب قد كوكب الأرض تقريبا، ويتحطوا جواها، وممكن نحتاج بعدها كمان. ولو فاكر إن كوكب المشتري كبير فهو مقارنة بالشمس ولا أي حاجة. الحقيقة إن المجموعة الشمسية كلها ولا أي حاجة مقارنة بالشمس. شمسنا بتشكل نسبة 99% من كتلة النظام الشمسي بحاله. يعني لو مسكت الكواكب وحطيتها في كفة ميزان وفي المقابل حطيت الشمس، محتاج تضرب كواكب المجموعة بتاعتنا 99 مرة عشان بس توازن الكفة. وبالرغم من حجم الشمس ده كله إلا إنها من أصغر النجوم في الكون.
لدرجة إن في نجوم لو شمسنا اتحطت جنبهم مش هتشوفها أصلا. فتخيل بقى إحنا جنب النجوم دي هنكون عاملين إزاي. بالرغم من إن لحد دلوقتي الإنسان قدر يرصد أجزاء من الكون، لكن كل شيء رصدناه لا يتعدى 1% من الكون نفسه. والعلماء بذلوا كتير جدا من الجهد عشان يقدروا يوصلوا لمسافات بعيدة من الكون، لكن مع البحث اكتشفوا إن في حاجة في الفضاء مش قادرين يشوفوها، مادة حتى الضوء نفسه مش قادر عليها ومش قادر إن هو يتفاعل معاها. والمادة دي اسمها المادة المظلمة. هي مادة لحد دلوقتي مجهولة التركيبة بالنسبة لنا، لكن نص الكون أو أكتر كمان بيتشكل من المادة دي. فتخيل نص الكون ده كله من المادة دي، ومع ذلك انت لسه ما عندكش القدرة انك تعرف تكوينها. والعلماء لحد اللحظة دي شغالين على أبحاث ودراسات بخصوص المادة دي، وأكيد في يوم من الأيام هنعرف تفاصيل أكتر عنها. لو سألتك مين أكبر حد سنا تعرفه، أكيد هتلاقي حد حواليك ربنا يديله الصحة يا رب معدي 80 سنة أو 90. لكن عمر أكبر إنسان عاش على كوكب الأرض لا يقارن نهائيا بعمر الكون. في نظريات كتير عن وجود الإنسان على كوكب الأرض. في اللي قال إن الإنسان موجود من 300 ألف سنة، وفي اللي قال من 6 مليون سنة. وعموما كل بحث من الأبحاث دي بيقول رقم مختلف عن التاني، لكن في المجمل هي من فترات بعيدة جدا جدا جدا. وتقريبا كوكب الأرض موجود من 4.5 مليار سنة، وبيعتقد إن المجرات الأولى اتكونت من أكتر من 10 مليار سنة. أما الكون، العلماء حاولوا يبحثوا عن أقرب عمر تقريبي ليه، وطبعا ده بناء على دراسات الأشعة والنجوم. قالوا إن الكون عمره حوالي 14 مليار سنة. وعموما لحد دلوقتي مفيش رقم مظبوط بنسبة 100%، والعلم عند الله. ولحد هنا تخلص الحلقة. لو حابب يكون في منها جزء تاني اكتب لنا في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة وشيره مع أصحابك وقول لنا رأيك في الكومنتات، واشوفك في الحلقة الجاية.